السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وبسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم طريقة المايونيز سهلة جدا وبسيطة في الخلاط بدون بيض، وان شاء الله بإذن الله تنول اعجابكم. هنسمي بسم الله ونقول مكوناتنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده مع بعضنا. ديت كوباية لبن، لازم تكون ساقعة يا جماعة. كوباية لبن زي ما احنا شايفين كده ساقع، هنسمي الله وننزلها في الخلاط. ادي اول حاجة معانا كوباية لبن ساقع. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ادي اول حاجه. تاني خطوه معانا ايه او تاني مكون، بس يا رب الكاميرا تكون مبينه معانا. 3 مكعبات او 3 مثلثات جبنه نستون، ومعانا شويه ملح وشويه سكر وشويه فلفل اسمر صغيرين. هو الطبق منه ابيض فمش واضح قوي، معلش المكونات البيضه فيه. معانا نص معلقه ملح ونص معلقه سكر. الابيض اللي معانا ده، دي نص معلقه ملح، نص معلقه سكر، نص معلقه فلفل اسمر او يمكن اقل كمان عشان مش عايزين نغمقه، و3 مثلثات جبنه نستو. تمام، دول هننزل بيهم على اللبن على طول زي ما احنا شايفين جوه الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه عصير ليمون هنا يا حبايبي زي ما احنا قلنا، معلقه عصير ليمون فوق الخليط بتاعنا في الخلاط. وهنعمل ايه كمان؟ معلقه واحده بس مستردة. ليه معلقه مستردة؟ المستردة بتبقى طبعا متحبشه، فيها خل وفيها ليمون وفيها خردل، فيها حبه مكونات كتيره، دي بتدي برضو طعم ومزازه للمايونيز بتاعنا. تمام يا حبايبي، زي ما احنا شايفين كده حبايبي، زي ما احنا شايفين كده قدام الكاميرا، معلقه واحده بس زي ما احنا اتفقنا، معلقه واحده مستردة اهو برضو في الخلاط. واهم مكون عندنا هنا الزيت اهو زي ما احنا شايفين كده، زيت فاتح. كميه الزيت قد ايه؟ على حسب ما الخليط بتاعك ياخد. هو المفروض نص كوبايه زيت، احنا هنحط دلوقتي نص كوبايه زيت. واحنا بنضرب الخليط بتاعنا لو حسينا ان هي محتاجه ممكن نزود. نص كوبايه ظبطت معانا خلاص، يبقى كده مش هنزود. بس مقاديرنا الاساسيه نص كوبايه زيت. هنسمي بسم الله ونحطها بتاعنا على السرعة المتوسطة. هنا هنبدأ نشوف الخليط بتاعنا، لو لقيناه القوام بتاعه مظبوط خلاص كده يبقى خلصنا. لقيناه لسه خفيف هنحتاج شوية زيت. بصوا حبايبي الخليط بتاعنا انا شايفاه ان هو لسه خفيف، محتاج شوية زيت. هنحط كمان شوية زيت ونضرب، نكمل ضرب تاني في الخلاط. كده يا حبايبي خلصنا كميه المايونيز بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، ريحته تحفه يا جماعه، وانا دقت طعمه جميل جدا جدا جدا، واوفر لنا كتير 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 من الكميه اللي احنا بنشتريها من بره. طبعا زي ما انتم عارفين الاسعار عماله ترتفع، ولكن لما نعمل حاجتنا في البيت بتبقى جميله وكمان موفره بالنسبه لنا. بصوا يا حبايبي هنسمي بسم الله. طبعا عندنا برطمان مغسول ونضيف وجميل، اهم حاجه يبقى ناشف ما يكونش مبلول ميه. تمام اهو، ونبدا نسمي الله. بصوا كده معايا القوام بتاع المايونيز عامل ازاي، بصوا نازل جواه. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. بصوا حبايبي اهو، بصي مالينا برطمان بسم الله ما شاء الله، كميه كبيره قد ايه. تخيلي بقى الكميه دي لو انت شارياها من بره، لو انت شاريه نفس كميه البرطمان ده من بره، شوفي هيكلفك قد ايه. بصي يا حبيبتي انت وفرتي على نفسك ازاي، حاجه نظيفه ومضمونه وعاملاها كمان في بيتك. باذن الله يا حبايبي فيديوهاتنا تعجبكم وتنول اعجابكم، ونكون الحمد لله بنحاول نقدر ان احنا نفيدكم باي معلومه. ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.